بيجي واحد يكسر لك بيتك مثلا ولا يضربك على راسك عشان تشوف، لا، ادي ده خراب بيوت. من واحدة كانت متجوزة وصاينة جوزها وجوزها صاينها والدنيا حلوة معاهم وراضيين باللي ربنا عطاهم، ل... لدمار، حرفيا دمار. شاب مكافح راح يشتغل عشان يصرف على بيته وولاده، وزوجة قاعدة مستنياه، يتحول الأمر لمصايب سودة، بيت كامل اتدمر. وبدل ما واحدة، أنا معاكم، أنا ضد كده، السجن أفضل لي، السجن أفضل لي من إن أنا أمشي الطريق القذر ده. فربنا سبحانه وتعالى لما أعلن علينا الحرب بسبب الربا صدق، لما حذرنا بسبب الربا صدق. لكن احنا بقى اللي بنكذب ومش مصدقين. كل بيت دخلوا الربا اتدمر، كل بيت دخلوا الربا اتدمر. واللي مش هيتجي ربنا في بيته ومراته وهي برضو تتجي ربنا في جوزها ويمشوا على جدهم، يستاهلوا اللي هو هيحصل ده. الدنيا ما تبنتش في ساعة، الدنيا ما تبنتش في ثانية. ده رب العزة سبحانه وتعالى اللي قادر يخلقها في غمضة عين، خلقها في 6 أيام. ما نستعجلش. أنا معاكم، الدنيا اتدمرت من ساعة السوشيال ميديا والجرف ده اللي دخل بيوتنا. أقسم بالله اتدمرنا من ساعة الجرف ده ما دخل بيوتنا. هقول ربنا يرحمنا برحمته. شابة اتدمرت ومشيت في طريق مش بتاعها عشان ما يوصلش لجوزها. لا بس أنا بقول ما تخافيش، ما تخافيش، السجني اعمل أي حاجة، لكن ما تمشيش في الطريق ده، تمشيش في الطريق ده يا بنتي ولا يا ابني حتى. ده طريق آخرته مش سواد، لا، هو مش باين له ملامح. وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي وصلنا لكده. حسبنا الله، حاجات كتيرة، حاجات كتير مش عارفين نتكلم فيها. حسبنا الله ونعم الوكيل. لو قعدت اتحسبل من هنا لغاية ما اموت مش هيكفي. بيوتنا اتدمرت وولادنا اتدمروا بسبب القروض، وتكاد تكون البلد نفسها هتتدمر بسبب القروض. وربنا سبحانه وتعالى يرحمنا ويرحم